كبة التمن على الطريقة العراقية، أني أضمن لكم هاي أضبط وأنجح وصفة ممكن تجربوها الكبة التمن. تعالوا خلينا نسويها بطريقة سهلة وبسيطة. نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. بالبداية راح نحتاج 3 حبات من البصل، ثارمين البصل ناعم بهذا الشكل. نحمس البصل بزيت على درجة حرارة متوسطة، بس يبدي يذبل ننزل اللحم، نص كيلو من اللحم المثروم. نحمس باللحم بس يبدي يتغير لونه ننزل التوابل، نصف ملعقة كبيرة من الكمون والفلفل الأسود والكاري. من بعدها ننزل ماجي اللحم، طبعا تقدرون تستبدلون ماجي اللحم بالملح حسب ما انتم تحبون. نمزجهم كل زين، ومن بعدها نخليهم دقائق وننزل الجوز، نص كوب من الجوز، وهاي الخطوة اختيارية. هسه حبايبي نطفي النار وننزل البقدونس كوب واحد، نمزجهم مع بعض وصارت عندي الحشوة جاهزة، نتركها على جنب حتى تبرد تماما. هسه حبايبي نجهز التمن. هنا عندي 3 أكواب ونص من التمن، طبعا أنا استخدمت تمن عنبر، غسلته ونقعته لمدة ساعة. تقدرون تستخدمون أي نوع تمن متوفر عندكم. نخلي نصف ملعقة كبيرة من الكركم، وملح ملعقة صغيرة، ونخلي كمية من المي. طبعا الكمية انتو تحددوها حسب احتياج التمن اللي انتو تستخدموه. بس التمن يبدي ينشف نص النار ونتركه على نار هادئة حتى يتهدر، ومن بعدها نهرسه بالهراسة اليدوية، ومن بعدها نعجنه بإيدنا، وهاي أضبط شي. هسه حبايبي ننزل البوتيتا السلق، 3 حبات من البوتيتا السلق، هرستهم كل زين، وأنا استخدمت حبات البوتيتا حجم وسط. هسه ننزل النشا 3 ملاعق كبيرة، ونعجن كل زين، وتكون عندنا عجينة الكبة جاهزة، وهاي أنجح عجينة ممكن تجربوها. نحشي الكبة بهذا الشكل، الشكل اللي انتم تحبوه والحجم اللي يناسبكم، جاهزة للتفريز أو القلي. طبعا راح تشوفون أثناء القلي ما راح تنفتح الكبة نهائيا، بس أهم شي تستخدمون مقلاة ما تلزق. ما تتخيلون حبايبي طعم الكبة شقد طيب، كلش مقرمشة وريحتها تفتح النفس، وأني متأكدة إذا تجربون هاي الطريقة ما راح تعوفوها أبد. وأتمنى إذا حبيتوا هذا الفيديو عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والتعليق الحلو والإضافة، وبالعافية.